يشهد ملعب بوجمعة الكميتي مواجهة نارية بين الأولمبي الباجي صاحب الأرض المركز السابع بنقطتين والترجي الوصيف ب8 نقاط، ويسعى الترجي بقيادة معلول لتحقيق الفوز وللانقضاض على الصدارة حال تعادل النجم والاتحاد المنستيري، وفرصة لمصالحة الجماهير بعد التعادل بالجولة السابقة على أرضه أمام المنستير. وستكون مواجهة الترجي والأولمبي الباجي كسيناريو لمباراة الفريقين في نهائي كاس تونس كذلك، وحيث يلعب نظام بطولة هذا الموسم من الدوري التونسي، حيث تقام البطولة للموسم على مرحلتين، وحين تجرى الأولى بمشاركة 16 فريق وتم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 8 فرق في كل مجموعة، وعلى أن تتأهل الأندية الأربع الأوائل في جدول ترتيب كل مجموعة، وللثانية مرحلة التتويج لتحديد الفريق الفائز باللقب. هذا وتأهل النجم والترجي والاتحاد واتحاد بن قردان والإفريقي وصفاقسي والأولمبي الباجي واتحاد تطاوين للمرحلة الثانية. هذا ويعتبر الترجي الذي يسعى للمحافظة على لقبه وللتتويج بالبطولة 33 منذ تأسيسه. كذلك نفس المواجهة مع الأولمبي الباجي ستكون في إطار نهائي كاس تونس يسعى فيه الأحمر والأصفر لاقتناص اللقب 16 وذلك في تاريخه، حيث يعتبر نادي باب سويقة صاحب الريادة والسيطرة محليا، والجماهير متعطشة للقب آخر قاري بقيمة دوري الأبطال وتحقيق اللقب الخامس لملاف الشامبيونز ليج الإفريقية والوصول للكاس العالمية للأندية. والترجي يلعب على واجهة عديدة بالبطولة العربية كذلك ودوري السوبر ليج الإفريقي. هذا وفي خبر آخر، شهدت حصة تمرين الترجي ليلة أمس الجمعة وفي إطار الاستعدادات للقاء الجولة الثالثة في مرحلة تتويج البطولة، وأين سينزل الفريق يوم الأحد بداية من الساعة 1:30 ضيفا على الأولمبي الباجي، وانضمام الحارس معز بن شريفية للمجموعة بعد أن غاب في الفترة الأخيرة بسبب إصابة وتعرض لها نهاية شهر مارس الماضي جعلته يغيب عن المقابلات الأربعة الأخيرة لفريق باب سويقة.